السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروسيا دورتموند يحبط برشلونة. استبعد نادي بروسيا دورتموند يوم الخميس إمكانية بيع الفرنسي عثمان ديمبلي لبرشلونة، مشيرا إلى أن اللاعب يرتبط بعقد حتى 2021. وقال المدير الرياضي للنادي مايكل زورك: عثمان ديمبلي لديه عقد طويل الأمد نعتمد عليه، لا توجد مفاوضات وسيلعب الموسم المقبل مع دورتموند. وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة ربما يتوصل لاتفاق مع ديمبلي، وقد يكون مستعدا لدفع 70 مليون يورو لضم اللاعب. الخبر الثاني: كريستيانو رونالدو يتحدى مصلحة الضرائب الإسبانية. قالت صحيفة ماركا الإسبانية المقرب من نادي ريال مدريد اليوم الخميس أن اللاعب البرتغالي رونالدو لا يحتزم دفع قيمة الضرائب المتهم بالتهرب منها في إسبانيا، والمقدرة ب 14 مليون يورو، قبل ذهابه إلى المحكمة في 31 يونيو تموز المقبل. وأكدت الصحيفة أن الطاقم المحامين الخاص باللاعب يعتزم عن الدفاع بقوة عنه أمام المحكمة، موضحا أن رونالدو قام باستئجار شركة بيكر أند ماكنزي القانونية الشهيرة من أجل الدفاع عنه في القضية. وكانت أنباء قد ترددت في الفترة الأخيرة عن رغبة اللاعب في مغادرة النادي الملكي على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي ما بين عامي 2011 و2014. الخبر الثالث والأخير: رسميا ريال مدريد حسم صفقة مبابي. ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع موناكو بشأن ضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي. وقال صحيفة آسيا الإسبانية نقلا عن كادينا سير اليوم الخميس أن مبابي سينضم لريال مدريد بصفقة تصل إلى 90 مليون يورو. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بالأسبوع الثاني من يونيو تموز المقبل، بعقد يمتد إلى 5 سنوات وبشرط جزاء يصل إلى 250 مليون يورو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.